أطلق الهلال الأحمر الكردي في قامشلو بالتعاون مع شبكة يوفو برنامجا تدريبيا استهدف فئة الشباب في مجال الإسعافات الأولية والدفاع المدني، وذلك بهدف تعزيز الاستجابة للحالات الطارئة. ويتضمن التدريب دروسا نظرية وعملية حول الإخلاء والإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية ومبادئ السلامة العامة في حالات الحوادث والطوارئ. وأكد القائمون على البرنامج أن الهدف هو تمكين الشباب وتأهيلهم للتعامل مع الأزمات، فيما شدد المشاركون على أهمية هذه الدورات في رفع الوعي وتعزيز القدرة على إنقاذ الأرواح. ويأتي هذا التدريب ضمن جهود دعم الشباب وتعزيز جاهزية المجتمع لمواجهة مختلف التحديات. رح نحكي عن مشروع اسمه مشروع الدفاع المدني، يتضمن قسمين. قسم الدفاع المدني هو الإنقاذ والإخلاء، وقسم تقديم الإسعافات الأولية. مشروعنا صرنا تقريبا مبتدئين فيه أكثر من سنتين. هلا قسم الدفاع المدني قلنا عم يحكي عن الإنقاذ والإخلاء، كيف تنقذ حالك وتنقذ الأشخاص الموجودين حواليك في حال صار زلازل أو حرائق. كيف تعمل الحماية المنزلية بالبيت، مثلا تحمي حالك من الحرائق المنزلية، من الكهرباء. شخص تعرض للكهرباء كيف تنقذ الشخص من الكهرباء بدون ما أنت تتعرض لها الحالة. كمان قلنا بحالات الزلازل، لما يصير عندك زلازل كيف تحمي حالك أثناء الزلازل. بعد الزلازل كيف تقوم بإخلاء المرضى الجرحى من الزلازل بدون ما تعملوا أي إصابات تانية. القسم الإسعافات الأولية بتضمن كتير حالات بعد ما يصير عندك نقطة أمان. مثلا في حالات توقف القلب، كيف بدك تقدم الإسعافات الأولية عن طريق الانعاش القلب الرئوي. حالات الحروق كيف تقدم الإسعافات الأولية، الكسور، الاختناق، النزوفات. نحن كمنظمة وايت هوب ومنظمة TBS قمنا بإطلاق شبكة يوفو التي تدعم وتمكن الفئة الشابة في المجتمع. كشبكة نحن قمنا بتوفير 600 فرص تدريب وتمكين، ومن ضمنها التدريبات تدريب الإسعافات الأولية والدفاع المدني بدعم من الهلال الأحمر الكردي. كخطوة أولية العدد المتوقع للمستفيدين 100 شاب وشابة. اليوم عم أحضر هالتدريب. التدريب كان عبارة عن يومين، كل يوم كان 2.5 3 ساعات. اجيت لهون لأنه أنا عندي رغبة أتعلم وأتدرب بهالمجال، يعني الدفاع المدني والإسعافات الأولية، لأنه هالشي كتير ضروري حتى كل شاب أو شابة بعمري يتدربوا عليها، لأنه ما تعرف بأي لحظة يصير شيء فجائي.